يا صباح الخير. النهارده هنعمل احلى صينيه جوسي جدا وجميله جدا جدا، والكل بيطلبها منك طول الوقت. عايزين ناكلها بره يا ماما، غدينا بره يا ماما. احنا هنعملها النهارده في البيت بطريقه مختلفه وسهله وبتكات اول مره تعرفيها. هنعملها بالبشاميل الفرنسي، حاجه كده وهم جميله جدا، طعمها رهيب. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تحطي لايك وشير وتعليق حلو كده منك ومن اي بلد انت بتشوفيني عشان قناتنا تكبر بيكم. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. معايا هنا هي طاسة على النار. هنحتاج معلقة زبدة كبيرة ومعلقة زيت. انا عملت ميكس ما بين الزبدة والزيت. دي زبدة فرن عادية، ومعايا معلقة زيت كبيرة. حابة تحطي معلقتين زيت حطي، حابة تحطي معلقتين سمنة حطي، بس هي بتبقى جميلة جدا بالميكس اللي احنا عملناه ده. معايا اللحمة مفرومة ايا كان عندك بقى، ربع نص على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. هتبدأي تشوحيهم كده تشويحة خفيفة لغاية ما لون اللحمة يتغير معاكي. ومعايا هنا هوت كنت فارمة بصلتين مع 3 4 قرون فلفل الوان اخضر واحمر واصفر. فرمتهم في الكبة وبعدين نزلتهم عليها هي بعد ما لون اللحمة اتغير. نزلت البهارات بتاعه التوابل، عبارة عن معلقة صغيرة من كل ده، فلفل اسمر، ملح، بهارات لحمة، ومعايا بابريكا. قلبتهم كويس، ومكعب مرق طبعا. قلبتهم كويس اهوت. حطيت فصين توم اهوت لغايه ما ريحته طلعت، وبعدين قلبتهم مع اللحمه بتاعتي والخضار بتاعي. هبدا احط بقى طماطميه هي متقطعه قطع مكعبات او قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، ومعلقتين كبار من الصلصه الجاهزه. تمام. هقلبها كويس بقى وخلاص على كده بقت زي وخلاص الفل كده معايا. اهو شوحتها 5 دقايق وخلاص كده اللحمه بتاعتي جهزت معايا بقت زي الفل معايا. معايا هنا المكرونه بتاعتي بقى هبدا اسلقها. الميه بتاعتي كانت غليت، حطيت معلقه ملح ومعلقه بهارات مشكله، وبدات سلقت المكرونه. حطيت المكرونه فيها بس كده، هنستنى بقى على ما تتسلق. معايا هنا البشاميل اللي بقى هنبدا نعمله اهو زي ما انتم شايفين. معايا 4 معالق زبده، يعني مسح. المعلقه بتاعتك تكون مسح زبده على زيت ماشي، زبده على سمنه ماشي، اللي انت عايزاه. وحطي عليه 4 معالق دقيق، وتقلبي كويس لغايه ما الخليط بتاعك يبقى قوامه كده سايب مش ماسك قوي. تمام. خلاص كده اهوت. انا بدات اهوت حطيت اللبن بتاعي وحطيت التوابل بتاعتي، الملح والفلفل الاسمر والبهارات، ونص معلقه كزبره، وحطيت كمان مكعب مرق. هتقلبي ده كله بقى اهوت. طبعا انا نسيت اقول لك ان انت لازم يكون في فاصل ما بين تشويح الدقيق بالزبده واللبن. ما تحطيش اللبن على طول عشان ما يتكتلش منك، لازم تستني شويه على ما يبرد وبعدين تنزلي اللبن سخن. طبعا الكوبايه اللي انا خدتها من ميه المكرونه انا شلتها وزودت بيها البشاميل بتاعي. زي ما انتم شايفين احلى بشاميل ممكن تاكليه من غير بقى بيض، من غير اي حاجه، زي ما انت شايفاه كده. بتحطي لبن وبتزودي بالشوربه بتاعه المكرونه. خلاص المكرونه خلاص انا طلعتها هي صفيتها، بس مش هتحطي عليها ميه ولا اي حاجه. وهتبداي تعملي الصينيه بتاعتي. اللحمه بتاعتي جاهزه، المكرونه بتاعتي جاهزه، والبشاميل جاهز معايا. خلاص كده اهو يا بنات. طبعا اول ما البشاميل لازم يكون سايب زي ما انتم شايفينه كده. بدات حطيت اهوت كميه مكرونه مع كميه بشاميل مع معلقتين لحمه مفرومه في قاع الصينيه اهوت. وبعدين حطيت اللحمه المفرومه في النص اهو زي ما انتم شايفين، وحطيت طبقه جبنه موزاريلا، وبعدين نزلت بالنص التاني من المكرونه زي ما انتم شايفين. بتسوي صينيتك بقى كويس. طبعا في الحاله دي بتبقى الفرن شغال على درجه حراره 200. بتشغلي الشوايه كمان. بدات نزلت اهوت طبقه البشاميل اللي معايا كلها اهيت، وهحط برضو ازودها اهو الجبنه الموزاريلا اهوت زي ما انتم شايفينها. جميلة حاجة كده عسل عسل عسل. هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة 200 من تحت ومن فوق. طبعا بتعلي الشواية الأول بالجبنة تسيح بس، وبعدين وسطني من الجوانب ومن تحت. تمام. خدت معايا بالظبط من ربع لتلت ساعة بالظبط. طالعة زي العسل معايا اهي. انا حبيت انشفها شوية، احنا بنحبها ناشفة شوية. لو انت حابة تبقى فاتحة شوية عن كده فتحيها، ده انا بحبها كده بتبقى جميلة وشها محمر وجميل. تحفة تحفة تحفة، حاجة كده عسل. طبعا احنا زودنا زيتون فيها، لو حابه تزودي زيتون زودي زي العسل. تحفه يا بنات. انا حطيت زيتون، طبقه زيتون في النص. انا نسيت اقول لكم طبقه زيتون في النص بيخليها طعمها رهيب. شايفين جوسي وجميله ازاي؟ تحفه تحفه. دي زي بتاعه المحلات واحلى كمان وانضف واطعم، حاجه كده عسل.
يلا قومي اعمليها وقولي رأيك في التعليقات، وفرحيني بتعليق حلو كده منك عشان نستمر وقناتنا تكبر بيكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. باي باي.